الملياردير تركي الشيخ يهدي هيرفي رينارد 2 مليون دولار وسيارة فخمة وفيلا فارهة في إحدى الأماكن العالمية بالعاصمة الفرنسية باريس، مكافأة له على تحقيق التأهل لكأس العالم ضد العراق. وكان قد قاد هيرفي المنتخب السعودي للعبور إلى المونديال في 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، في إنجاز رآه تركي آل الشيخ بأنه أسطوري ويستحق هيرفي المكافأة عليه. راتب هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي أصلا حسب ما ذكرته شبكة ذا أتلتيك البريطانية إن راتب هيرفي رينارد مع منتخب السعودية يبلغ 5 ملايين يورو سنويا غير الحوافز والإعلانات والإضافات، أي ما يعادل حوالي 24 مليون ريال سعودي سنويا، وهذا ما ذكر في العقد. ويقول البعض أنه أكثر من ذلك بكثير. ويمتد عقد المدرب الفرنسي مع المنتخب السعودي حتى كأس آسيا 2027، وذلك من أجل تفادي توقيعه لعقد طويل قد يكلف اتحاد الكرة السعودي شرطا جزائيا كبيرا حال عدم استمرار رينارد. فهل في رأيك يستحق هيرفي رينارد من تركي الشيخ الملايين والسيارات الفاخرة والفيلات الفارهة بعد مساهمته فقط في تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم وليس تحقيقه؟